في اكتر من حاجه نقف عندها في ماتش آه، الزمالك وحرس الحدود. نبتدي بالايجابيات، باللقطه الايجابيه. انا عايز يا جماعه ابعت تحيه وتقدير كبير جدا لشخص ناصر منسي، لعقليه ناصر منسي. سيبك من الاهداف وسيبك من ان هو مشارك تقريبا مع الزمالك حتى الان، تقريبا في هو حاجه وعشرين لقاء. هجيب لحضراتكم الرقم بالظبط، اعتقد 27 لقاء، ومسجل في ال 27 لقاء دول 10 اهداف. يعني تقريبا كل ماتشين بيسجل هدف. وسيبك من ان هو تلات ارباع الماتشات دي بينزل فيها كبديل، وفي ربع ساعه مثلا تلت ساعه وساعه 10 دقايق، يعني نص الماتشات دي ان لم يكن اكتر بينزل فيهم كبديل. بس ايه كم السلكان والجمال والعقليه المحترمه اللي فيها ناصر منسي. هتقولي طب ليه يا ابراهيم انت ليه بتأفور؟ لا، ما بأفورش خالص، ده انا بقر حقيقه واقعه في زمن. وعايز حضراتكم تركزوا مع المصطلح ده. في كتير من لعيبه بمصطلح الكوره نصابين كوره. يعني ايه نصابين كوره؟ يعني يوحي اليك وانت بتتفرج كمتفرج ان هو مكسر الدنيا، ان هو بيعمل اعمال بطوليه. وحقيقه الامر يعني هو ده شغله وده العادي، وممكن يكون اصلا ما بيعملش العادي كمان، بس هو بيحاول يجمل الحاجات البسيطه اللي بيعملها عشان تاخد حيز وقدر اكبر من قدرها ومن حجمها. ميزه ناصر منسي في وجهه نظري الشخصيه اللي بيخليني اشيد بشخصيته وباخلاقياته وبعقليته، انك عمرك ما سمعت له مشكله لا جوه الملعب ولا بره الملعب. انه دائما وابدا مؤثر. بدأ كاساسي مؤثر، نزل كبديل مؤثر. ودي نقطه مش سهله. مش سهله ان انت تبقى نازل تقدر تغير من شكل المباراه ويبقى ليك علامه فارقه وليك حضور فارق. ده محتاج ان حد بره يبقى قاعد مركز ومتابع وشايف وبيجتهد وبيستنى الفرصة عشان لما تجيله يصنع الفارق. الحاجة بقى اللي بتعلي ناصر منسي في نظري جدا ايه؟ انه لما بينزل مرة والتانية والتالتة والرابعة يصنع الفارق كبديل، ما بتسمعلوش صوت بعديها. ما بتسمعش كلام طالع من الزمالك ان ناصر منسي كسر عليهم ازاز اوضه اللبس عشان ازاي انا كسبتك ماتش الاهلي وكسبتك السوبر الافريقي وبعد كده ما بقاش اساسي، ما بقاش الفرود الاساسي بتاع الزمالك. ما بتسمعش ان ناصر منسي اتخانق مع مدير الكوره ولا المدير الفني السابق او الحالي انه ازاي انا مش الفرود الاساسي وازاي انا ده اللي مكسبك وانا الجن ابو عين ازاز. ما تسمعش عنه حاجه خالص، بالعكس. يكسب الزمالك تلاقيه ابتدى الماتش اللي بعديه اساسي وبعدين دي يطلع، وبعدين الماتش اللي بعديه ممكن يكون اساسي وبعدين يطلع، وبعدين الماتشات اللي بعد كده تلاقيه كبديل وما فيش اي حاجه ولا اكن اي حاجه حصلت. نفس التركيز، نفس السلكان، نفس الاجتهاد، نفس التقدير لنعمه المولى عز وجل ليه. فبيرضي ربنا، فبيجتهد، فبيعمل اللي عليه، فيقوم نازل تاني وعامل اداء جيد تاني ويصنع الفارق تاني. فسبحان مقلب القلوب. ناصر منسي من لعيب كان الغالبية العظمى من جمهور الزمالك بتتمنى رحيله وشايفاه غير ملائم وغير مناسب وتيشيرت الزمالك تقيل عليه، وكان خلاص قام خسران قد ان هو يمشي من الزمالك، الى انه دلوقتي بقى معشوق جمهور الزمالك. وبقى جمهور الزمالك قاطبة بيعشق حاجة اسمها ناصر منسي لطيبته وسلكانه والتقدير ونعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه وحفاظه عليها بشكرها، عن طريق ان هو طول الوقت بيجتهد وبيعمل اللي عليه عشان يكون ليه علامة مميزة ويكون علامة فارقة في اي وقت بينزل فيه حتى لو 3-4 دقايق. طريقة التفكير دي على فكرة طريقة تفكير تنفع في كل الشغلانات. ان انت تجتهد، ليس للانسان الا ما سعى. مش لعيبه الكوره بس، اعمل واجتهد واسعى
وسيب الباقي على المولى عز وجل، هيرضيك وهيجبر بخاطرك وهيعمل لك اللي انت عايزه واحسن، بس في التوقيت اللي يختاره المولى عز وجل. ومفيش اختيار احلى ولا افضل ولا اجمل من اختيار المولى عز وجل لينا.